يا صباح الورد عليكم، عاملين ايه يا اجمل متابعين في الدنيا؟ النهارده بقى جايه لكم فيديو بسيط وسهل جدا. هنعمل مع بعضينا البصل المقرمش بتاع الكشري بطريقه سهله وبسيطه، واقول لكم السر بقى، السر في قرمشه البصل هي ايه. تمام. بس بقى قبل بدايه الفيديو، قبل ما نخش بقى على الفيديو يا بنات، ما تنسوش بقى بنات اللايك والشير والسبسكرايب للاول مره يشوف قناتي، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار باي حاجه بنزلها. انا معايا بتاع حوالي 4 بصلات كده، قطعتهم طرنشات وفكيتهم عن بعضيهم كده. معايا بقى معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا، ومعايا الزيت. تمام. عايزاكم بقى تكملوا الفيديو لغايه الاخر عشان بجد هتشوفوا احلى بصل مقرمش. هبتدي بقى اللي انا هنزل طبعا زي ما انا قلت لكم معايا معلقتين من النشا ومعلقتين من الدقيق زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اللي انا هنزل بالدقيق وبالنشا على البصل زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي بقى اللي انا هجيب معلقه، وهبتدي اللي انا اقلب البصل عشان يتغلف بالدقيق وبالنشا. انت عايزه تزودي كميه الدقيق عن كده براحتك. انزل بقى بمعلقه من الملح، بس هو ايه يعني المستحب يعني اللي هو معلقتين ومعلقتين، عشان كل ما انت بتكتري الدقيق بيتحرق معاك البصل يعني. ابتدي بقى، طبعا انا سبت المعلقه وقلت بقى اللي انا انا كده كده غاسله ايديا كويس جدا. هبتدي بقى اللي انا طبعا بقلب البصل كده عشان يتغلف كله بالنشا وبالدقيق. يكون كل كميه البصل وصل لها دقيق ونشا، يكون اتغلفت يعني. تمام. ونزلت طبعا بمعلقه من الملح يعني. هنزل بقى بشويه كده من الزيت يعني. كتري، حاولي على قد ما تقدري كتري الزيت، لان الزيت دوت انت مش بتهدريه، الزيت دوت ممكن تستخدميه بعد كده في اي حاجه، وكمان بتستخدميه في بقيه يعني الحاجات بتاعه الكشري، بيبقى مطعم، بيبقى جميل جدا. بص انا بقول لكم، بص البصل عامل ازاي، مقطعاه طرنشات وشكله جامد جدا. تمام. يلا بقى بينا على النار. ابتدي بقى طبعا اللي انا بقلب فيه كده زي ما انتم شايفين يا بنات، لغايه ما يديني اللون المناسب. هو كده خلاص ابتدى ياخد كله لون ذهبي. كان في مقطع هنا بس ما كنتش يعني صورته ولقيته مش بيصور، فعشان كده جاب بقى لون البصل على طول. تمام. وهي كده بقى ابتدى اللي هو يدي لون ذهبي، بس في منه لسه ابيض. ابتدي ان انت بتقلبي كده بقى. كملوا يا بنات الفيديو لغايه الاخر، هيعجبكم جدا. ابتدي بقى انا طبعا اللي انا خلاص كده هطلعه. كان ساعتها دي في الوقت دوت المفروض اصلا انت بتطلعيه على مناديل، يعني في طبق على مناديل. انا ساعتها دي الولد كان بيعيط كنتش مركزه يعني، ونسيت اجيب مناديل واحطها يعني. انت بقى بتطلعيه على مناديل، على مناديل ورق. والله بتحصل كوارث يا بنات لما بتيجي تصوري الفيديو، الاطفال بتفتكر كل حاجه. تبتدي انت بتطلعي بقى زي كده، وحاولي تطلعي بقى يعني على قد ما تقدري اللي انت بتطلعيه، ما تسيبوش لما يغمق قوي، لان هو اصلا لما بيطلع اللون بتاعه بيغمق يعني. فانت طلعيه لون افتح شويه يعني. تمام. ببتدي اللي انت بتقلبيه كده وبتفكي كده عن بعضه، لان على اساس كله اللي هو ياخد اللون الذهبي، عشان في منه لسه ما خدش اللون الذهبي. ابتدي اطلع اللي انت زي ما انتم شايفين كده، اللي هي بقت ذهبي بطلعها. وده يا بنات كان شكل البصل بتاعنا بعد ما خلاص طلعت كل كميه البصل بتاعي. بصوا زي ما انتم شايفين بقى، انت بتبتدي تمسكيه وتفكيه كده من بعضه، تخليه كده، تبداي اللي انت بتفركيه كده من بعضه يعني. وبص بقى احلى بصل مقرمش، مفيش احلى واطعم من كده. بصل جامد جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، ويكون استفدتوا منه حتى لو بحاجه بسيطه، وتشجعوني عشان استمر معاكم وانزل لكم كل جديد. ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والشير والسبسكرايب اللي اول مره يشوف قناتي، تشجيعا ليا. وتقولوا لي ايه رايكم في كومنتات في البصل المقرمش بتاع المطاعم وبتاع المحلات الكشري الفخمه جدا. بصوا زي ما انتم شايفين البصل المقرمش شكله واو، جبار يا جدعان، جبار يا بنات. مش قادره اقول لكم طعمه كان تحفه. شجعوني بقى يا بنات عشان استمر معاكم وانزل لكم كل جديد. بصوا، وده كان الفيديو بتاعنا يا بنات. ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والشير والسبسكرايب اللي اول مره يشوف قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.